فيلم النهارده بيحكي عن حارس امن باستاد رياضي كبير دخل في حرب ضد مجموعه من المجرمين علشان ينقذ الاف الناس الابرياء. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا نبدا. قصتنا بتبدأ بحريق كبير وسط المدينة وكل رجال المكافحة حاولوا يوقفوه، ومن هنا بنقابل دارين، ودارين يبقى رجل مطافي وحاول بكل قوته ان هو ينقذ طفل ويحميه من النيران، لكنه فشل للأسف وحس بحزن شديد. وبعد سنتين بنقابل هال مارك، وهال مارك يبقى رئيس الأمن باستاد رياضي ضخم، وكان بيتأكد ان كل حاجة مظبوطة لان في مباراة هوكي كبيرة هتبدأ قريب. وفي الوقت ده 2 من حراس الامن اللي شغالين في الاستاد وقفوا بكمين، واتفاجئوا ان في شخصين مجهولين خبطوا في العربية بتاعتهم، والشخصين دول كانوا مجرمين وخلصوا عليهم في ثواني معدودة وسرقوا بطاقات الهوية الخاصة بيهم. ده غير انهم كانوا تابعين لعصابات خطيرة جدا، والعصابة دي كانوا بيخططوا انهم يسيطروا على الاستاد وقت المباراة علشان ياخدوا رهاين ويعملوا فلوس كتير. فعملوا هويات مزورة وقرروا يدخلوا الاستاد بالخفاء. اما دارين فاعتزل الشغل من المطافي واصبح حارس امن باستاد رياضي اللي العصابة عاوزين يقتحموه. ودارين كان رايح يقابل ابنه تايلر وبنته ايميلي لانه جاب لهم تذاكر للمباراة، فزوجته طلبت منه ياخد باله منهم ويحميهم. وبالفعل دارين اخد اولاده بالاستاد وكل العمال رحبوا بيهم في سعادة كبيرة. ودارين عرف اولاده على زميلته كارلا وساب بنته ايميلي تتفسح معاها. بعد كده اخد ابنه تايلر لغرفة فريق الهوكي وقدمه للاعبين واحد ورا واحد. فتايلر اتحفز بشدة لانه قابل اللاعبين المفضلين ليه. وقبل المباراة بدقايق بسيطة فكارلا استعدت لشغلها وسلمت ايميلي لدارين، وبعد كده اخدهم للمطبخ علشان يقابلوا صديقه الشيف اندرو. واندرو بيكون الطباخ الرئيسي بالاستاد ويعرف كل العمال وحافظ اشكالهم لانه شغال من زمن طويل. بس المشكلة الكبيرة ان في مسؤول كبير حضر المباراة علشان يتفرج عليها، ده غير ان هو حفز اللاعبين واتمنى لهم التوفيق. وقبل بداية الماتش بدقايق بسيطة فبنعرف ان في واحد من افراد العصابة هجم على زوجة الطباخ اندرو وطلب منها تكلمه وتطلب منه يتعاون معاهم والا هيخلص عليها. وبالفعل زوجة اندرو كلمته وعرفته ان هو لازم يساعد افراد العصابة والا هيقتلوها. علشان كده كذب على الجميع وقال ان هو يعرف المجرمين وان هم هيساعدوه في تقديم الطعام. وللاسف الخطة نجحت، وقائد العصابة هو واتباعه وصلوا للمكان اللي موجود فيه المسؤول المهم، واستغلوا ان الناس بيقولوا النشيد الوطني علشان مفيش اي حد يسمع طلقات النار، وخلصوا على جميع الحراس بسرعة البرق واخدوا المسؤول المهم رهينة بدون ما اي حد ياخد باله. وطبعا المعلقين والجماهير استمروا في مشاهدة المباراة ولا كأن اي حاجة حصلت. اما جاشوا رئيس العصابة بدأ يقتل في الناس بدم بارد وهددهم بشراسة. وبعد كده قال للمسؤول ان هو عاوز تحويل فلوس لحسابه البنكي باكتر من $1,000,000 والا هيخلص عليه هو كمان. فالمسؤول قال له مستحيل انفذ طلبك، لكن جاشوا واتباعه استمروا في الضغط عليه. وفي الوقت ده دارين كان في المدرجات مع بنته ايميلي وابنه تايلر، وطلب منهم يفضلوا في مكانهم لحد لما يرجع لانه رايح دورية امنية. وجاشوا الندل بدأ يستفز المسؤول وقال له لو ما نفذتش طلباتي انا هفجر الاستاد بكل الناس اللي موجودة فيه ومش هرحم اي حد. فالمسؤول وافق ان هو يعطي الارقام السرية لكل الحسابات البنكية الخاصة بيه. لكن هال مارك رئيس الامن عرف بوجود العصابة وخطفهم للمسؤول الكبير، فبلغ قوات البوليس وطلب منهم يحاصروا الاستاد ويستعدوا للهجوم. بس المشكلة ان الناس فضلوا مشغولين بالمباراة ومش مقدرين الخطر اللي هم فيه. ومن هنا ايميلي وتايلر كانوا بيستمتعوا بوقتهم، لكن تايلر ضايق اخته ووقع المشروب الخاص بيها على ملابسها فغضبت منه وسابته لوحده. ومن هنا ايميلي راحت لدورة المياه علشان تغسل الملابس بتاعتها، لكنها شافت ست مقتولة واكتشفت ان في واحد من افراد العصابة اخد زيها التنكري. فالمجرم خطف ايميلي علشان ما تبلغش عنه. وفي نفس الوقت ده
دارين رجع لتايلر وحس بالغضب لانه ساب اخته تمشي لوحدها وانطلق علشان يدور عليها. ومن هنا دارين لاحظ ان في شخص ماسك ايميلي وبيجري بيها وسط الزحمه، فانطلق وراه بسرعه البرق. والمجرم الندل قتل كل الحراس اللي في طريقه وحاول يخلص على ايميلي، لكن طلقات المسدس بتاعه خلصت فسلمها لجاشوا في غرفه الرهائن. وجاشوا سأل ايميلي عن اسمها فقالت له ان والدها قوي جدا وهيجي علشان ينقذها، لكن جاشوا اتريق عليها واستهتر بيها. وفي نفس الوقت ده فدارين وصل وقابل المجرم وش الوش. وفي البدايه دارين افتكروا ان هو عامل في الاستاد وسألوا عن ايميلي، لكنه اتفاجئ ان هو بيقاتله وعاوز يخلص عليه. ومن البدايه بتظهر قدرات دارين الخرافيه في القتال، لان ردة فعله كانت سريعه وقويه جدا. ومع ان المجرم كان عاوز يقليه في زيت البطاطس الا انه استجمع قوته وركز وقدر ان هو يخلص عليه في النهايه باستخدام غسالة الصحون. وبعد كده دارين استمر بالبحث عن بنته، ودارين قابل واحد من العمال وبلغه باللي حصل فقرر يساعده. والاتنين فضلوا يبحثوا عن ايميلي في كل مكان، بس المصيبه ان العامل ده طلع واحد من افراد العصابه وحاول ان هو يغفل دارين، لكن دارين اتصدى له على اخر لحظه وفضل يعذب فيه لحد لما قال له على كل حاجه. فدارين عرف ان في عصابه اقتحموا الاستاد وبيهددوا بتفجير الاستاد مقابل الفلوس، واضطر ان هو يخلص على المجرم لانه حاول يقتله. ومن هنا دارين اخد نفسه وقرر يتصل على البوليس، فاكتشف ان العصابه قطعوا كل خطوط التليفون علشان مفيش اي حد يقدر يتواصل مع الشرطه. وبالصدفه لما دارين كان بيفتش المكان فاتفاجئ ان زميلته كارلا فقدت حياتها، فحس بحزن شديد. ومن هنا دارين لقى جهاز لاسلكي وقدر ان هو يكلم هال مارك عن طريقه وبلغه بكل اللي حصل. فهال مارك قال له ان هو وكل اجهزه الشرطه محاصرين الاستاد من كل اتجاه ومسيطرين على كل حاجه. وفي وسط كلام دارين وهال مارك فجاه وبدون سابق انذار العربيات بدات تتدمر واحده ورا التانيه، وفي مجموعه كبيره من الضباط فقدوا حياتهم. ودارين قرر ان هو لازم يتصرف باسرع وقت ممكن والا في ناس تانيه هتموت بدون ذنب. ده غير ان افراد العصابه الاندال فجروا طائرات الهليكوبتر الخاصه بالبوليس علشان ما يقدروش يراقبوهم. اما جاشوا فحس بالغضب لما عرف ان دارين بيعطل الخطط بتاعته وقدر ان هو يخلص على 2 من اتباعه. وجاشوا امر اتباعه انهم يخلصوا على دارين باسرع وقت ممكن، وبالفعل المجرمين بداوا يبحثوا عن دارين في كل مكان. وفي الوقت ده دارين استكشف الاماكن السريه الموجوده بالاستاد وقدر ان هو يوصل لواحده من القنابل اللي العصابه زرعوها وحاول يعطلها. ولما جاشوا قرر ان هو يفجر واحده من القنابل فما انفجرتش لان دارين وقف تشغيلها على اخر لحظه وانقذ حياه المئات من الاشخاص. وبعد كده وصل لغرفه التحكم وقدر ان هو يتواصل مع الضابط هال مارك عن طريق اللوحات الكهربائيه الموجوده على ابواب الاستاد. ومن هنا دارين اتخفى بعيد عن انظار المجرمين اللي بيطاردوه وبدا ان هو يجمع كل الادوات اللي هو يقدر يفك بيها القنابل. ده غير ان هو صنع سلاح مميت من القطع الحديديه اللي لقاها. ولما دارين كان بيتجول في المكان وبيفك القنابل اللي جاشوا واتباعه زرعوها فجاه واحد من افراد العصابه هجم عليه بدون سابق انذار فاتصدى له بمهاره ملهاش مثيل وخلص عليه باستخدام السلاح اللي صنعه. لكن للاسف مجرم تاني هدده، ومن هنا هال مارك رئيس الامن ظهر وانقذه على اخر لحظه. وهال مارك قال لدارين انهم لازم يتحدوا مع بعض علشان يوقفوا جاشوا والعصابه بتاعته. فدارين وافق على طلبه وانطلقوا في طريقهم. وفي الوقت ده جاشوا والهاكر الخاص بيه اخترقوا الحسابات البنكيه الخاصه بالمسؤول الكبير وسرقوا نص فلوسه. لكن فجاه شخص مجهول اتصل عليه، ومن هنا بنعرف ان هال مارك يبقى ضابط خاين وكان بيساعد جاشوا من البدايه مقابل مبلغ مالي كبير. وهال مارك راح الاستاد وكسب على تايلر وقال له ان والدك عاوز يقابلك، لكن تايلر ما وثقش فيه وما اتحركش من مكانه ابدا. ومن هنا
حال مارك حس باليأس لانه مش قادر يخضع طفل صغير علشان يستدرجه، وبعد كده استدرج دارين لمكان مظلم تحت الاستاد وحاول يخلص عليه، لكن دارين كانت ردة فعله سريعة جدا وهزم هال مارك باستخدام قاذف للنيران. بعد كده اخد اللاسلكي الخاص بيه واتصل على جاشوا وقال له انا هاجي علشان ادمرك تماما بسبب اللي انت عملته. فجاشوا سمعه صوت بنته ايميلي وخلاه يتكلم معاها وقال له لو ما سمعتش كلامي فهخلص عليها تماما. ومن هنا دارين استمر في تفتيت القنابل الموجودة بكل مكان، لكنه اتفاجئ بمجموعة من المجرمين بيطاردوه وسط الجماهير، فراح لغرفة تغيير الملابس واتنكر على شكل لاعب هوكي علشان يهرب منهم. وفي البداية دارين ما كانش عارف يتصرف ازاي لانه عمره ما لعب هوكي قبل كده، لكنه استجمع تركيزه واتصدى لهجمة خطيرة جدا. ومن هنا دارين عمل حركة مميزة علشان ابنه تايلر يعرف ان هو موجود وسط الملعب، والمشكلة ان المجرمين لاحظوه. ولما دارين رجع لغرفة تغيير الملابس من جديد فقرر ان هو يغفل واحد منهم وهزمه في القتال. اما المجرم التاني فاجئه بسلاح مدمر وكان هيقتله، لكن دارين استنى لما الذخيرة بتاعته خلصت واستخدم مهارته الاسطورية بالفنون القتالية وخلص عليه تماما. وفي الوقت ده جاشوا قرر ان هو يفجر الاستاد ويهرب بالفلوس اللي هو سرقها. ده غير ان المجرمين استمروا في قتال دارين ومحدش فيهم سابه في حاله، لكن دارين هزمهم كلهم. وجاشوا حس بالاحباط لانه القنابل بتاعته اتعطلت. ومن هنا دارين جهز نفسه واخد كمية كبيرة من المواد المتفجرة وصنع قنبلة. بعد كده خرج من الاستاد وشق طريقه للقمة علشان يوصل للمكان اللي جاشوا مخبي الرهاين فيه. وبالفعل دارين اتسلق لاعلى الاستاد وهناك اتفاجئ بحارس من العصابة فتسلل من وراه بدون ما يحس وبدأ بالقتال معاه، لكن في النهاية المجرم وقع على اللافتة الكهربائية وكل الجماهير اللي بيشاهد المباراة حسوا بالرعب وهربوا من الأماكن بتاعتهم. ومن هنا دارين استغل الفرصة وتزلج بأعجوبة لحد لما وصل للمكان اللي فيه الرهائن وقدر ان هو يخلص على المجرمين واحد ورا التاني، وقدر ان هو ينقذ المسؤول الكبير وبنته ايميلي. وطبعا كل الناس حسوا بالرعب والمكان انقلب لفوضى تامة بسبب ضرب النار والانفجارات اللي حصلت. ومن هنا دارين رجع لابنه تايلر من جديد اللي سمع كلامه وما اتحركش من مكانه مع ان كل الناس كانوا بيهربوا. ودارين انقذ اولاده الاتنين ورجعهم لبر الامان. ولما كان بيتكلم مع واحد من الضباط فبنكتشف ان جاشوا كان بيتنكر وسط الزحمة وقدر ان هو يخطف ايميلي ويهرب بيها. فدارين تتبعه وجري وراه لحد لما وصلوا لاعلى مكان في الاستاد ونزلوا طحن في بعض، لكن جاشوا الخبيث فكان مجهز هليكوبتر علشان يهرب بيها. فدارين اتشعلق في السلم وقدر ان هو يموت الطيار وخلى الطيارة الهليكوبتر تقع من مكان عالي جدا. وبكده دارين انتقم من جاشوا على كل اللي عمله وانقذ الاف الناس الابرياء. ومن هنا بيخلص فيلمنا. انا مينا اسحاق. فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النارية. وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقول لنا على الافلام اللي تحب نلخصها لك. اشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يلا سلام.